يا جماعة دلوقتي أنا مراتي مدرسة وبتروح المدرسة الساعة 9 الصبح وبتخلص الساعة 4 وبتوصل البيت على حوالي الساعة 5. أول ما بتدخل البيت على طول بتروح تنام. أنا كمان بشتغل، بس بما إن شغلي قريب من البيت فبساعد مراتي في شغل البيت. بس للأسف البيت بقى فظيع والمطبخ متوسخ ومفيش حد يغسله، والمواعين متبهدلة والهدوم ما بتتغسلش ولا حتى بتتكوي، ومفيش حد ينظف ومفيش حد يطبخ أكل كويس. أول ما ترجع من الشغل تروح تنام على طول. ولما اقول لها ان زهقت من البانيه اعملي اكل حلو ومحشي او اي حاجه كويسه انا اكلها، تقول لي مش قادره، انا مش هقدر ان انا اشتغل بره البيت وكمان اشتغل شغل البيت. قلت لها طيب سيب الشغل. رفضت وعملت لي مناح، قالت لي شغلي ده حياتي ومش هقدر ان انا اسيب. فاقترحت عليا ان انا اجيب شغاله، قالت لي هات شغاله تطبخ وتغسل وتمسح وندفع لها انا وانت سوا. انا عايز اقول لكم حتى موضوع العيال مش عايزه تخلف، بتقول لي لسه بدري مع اننا لينا سنتين متجوزين. انا اضطريت ان انا اجيب شغال، فضلت ادور على حد امين وثقه لغايه لما لقيت ست كبيره قالت لي انا بنتي شاطره جدا لو تحب ان انا ابعتها لك تشتغل عندكم. قلت لها ماشي، وبعتت البنت فعلا واتفقنا على كل حاجه وبدات تشتغل عندي. والله يا جماعه مش عارف اقول لكم، نظافه وذوق، طبخ يجنن، البيت منور بيها، الهدوم مغسوله ومكويه، اي حاجه بطلبها بتتنفذ لي في ثانيه. ومراتي مرتاحه جدا وعاجبها شغلها جدا، اشتغلت لغايه دلوقتي معانا 5 شهور وبصراحه عجباني. ودلوقتي بفكر اطلق مراتي واتجوز الشغال. انا شغلي كويس ومكفيني واقدر ان انا اعيشها كويس، وانا بصراحه محتاج ست بيت تهتم بيا، تعمل اللي انا عايزه وتجيب لي عيال وتشوف البيت عايز ايه وتهتم طبعا بامور البيت. انتوا شايفين ان انا كده بفكر صح ولا غلط؟ يهمني جدا تقولي لي ايه الصح.